بعد تجربة موديست الفاشلة اللي جايبينه من أوروبا من آخر الدنيا، والهم والحزن بتاع السنين كله، بنكرر نفس التجربة، بنجيب لاعب من أوروبا تاني اسمه وسام، مش عارف اسمه وسام إيه، وسام إيه، إحنا مش قادرين نفهم. وثيقة إيه؟ أول ما جبنا الصفقة اتصاب في التدريبات، ما لعبش ماتش رسمي. أموت أعرف مين اللي بيجيب الصفقات دي منين؟ مين اللي بيجيب الصفقات؟ هذه الصفقات يا ناس، ده احنا زهقنا، مفيش هجوم خالص في النادي الاهلي، ولا مودست ولا كهربا ولا اي حاجه خالص ولا اي حزام. جايبين مهاجم من اوروبا اتصف في التدريبات، ما لعبش ماتش رسمي. انا ما اعرفش انتوا عايزين تكرهونا في الكوره ولا تموتونا بالبطء؟ مش كفايه المنتخب الحزين بتاعنا؟ كمان عايزين تكملوا على النادي الاهلي؟ ده احنا خلاص